انا عملت فيديو اللي هو ازاي تبيع مشط الواحد اقرع، حلو، وبدات الناس تتفرج عليه. 90% من الناس فهموا انا عايز اقول ايه، وفي شويه كده في الكومنتس بيقول لك ايه، هبيع له فكره انه يزرع شعره وبعدين هبيع له المشط. وواحد يقول لك انا هبيعه اقول له خد سرح بيه حواجبك، والتالت يقول له خد ده بينشط الدوره. انت مقتنع؟ انت مقتنع ان انا ادخل على واحد اقرع اقول له خد ده بينشط الدوره الدمويه؟ انت عارف احنا اسلوبنا المشكله الكبيره ان ناس كتير بتعتبر السيلز مهنه بتعتمد على الفهلوه. يا جماعه والله السيلز مهنه ليها اصول وليها ستيبس وليها قواعد. اللي انا كنت عايز اقول في الفيديو ايه؟ اللي عايز اقوله ان في فرق بين التسويق والبيع. التسويق اللي هو الماركتينج، ما بيجي يبيع برودكت بيقول لك ابيعه لمين وابيعه فين، هو حر. عايز يوظفه للقرع ماشي، عايز يشيله من التارجت هو حر، انا ماليش دعوه، انا بتاع سيلز. بس وانس ان الماركتير قال انا هبيعه للقرع، يقول لي انا هوظفه في صوره هديه ليلي، ياخده للعيله، يعمله بالشكل الفلاني. انا ده يعني بندرس يا جماعه القصه دي. طب اذا كنت انا شغال سيلز والماركتينج قايل لي بلاش القرع، يبقى بلاش القرع. دخلت على واحد اقرع تقول له ايه؟ هبيع لك مشط، قال لك لا مش عايز. فانت تقول له طب خده وسرح بيه حواجبك، قال لك مش عايز. طب خده لاولادك، قال لك ده اللي بنشوفه والله، ده اللي بيحصل في معظم الاماكن. علشان كده بيعملوا احصائيه مره يسالوا الناس هي ايه اكتر مهنه ما بتثقش فيها. يعني جابوا شويه مهن كده وقال لك اكتر مهن انت ما بتصدقهاش. طبعا السيلز كانت متصدره بسبب المواقف وبسبب الكلام ده. اللي عايز اقولها يا شباب علشان نبسط القصه خالص، حضرتك بتتسال في الانترفيو السؤال تبيع مشط الواحد اقرع، حضرتك بتقدم على وظيفه ماركتنج ولا سيلز؟ والثلاث سيناريوهات دول انا قلتهم في الفيديو اللي فات. اذا كنت ماركتنج فتقول انا هعمل بوزيشننج للمشط ان انا ابيعه للسيجمنت دي والسيجمنت دي والسيجمنت دي، الشريحه دي من الناس والشريحه دي والشريحه دي. كل شريحه هحط لها بوزيشننج معين في دماغها علشان يعلق المشط معاها. انا ماركتير بفكر بالطريقه دي. لو انت راجل بتاع سيلز مطلوب منك حاجه من اتنين، يا اما القرع مش في تارجتك اصلا، وفي الحاله دي مفيش داعي ان انت تدور عليهم ولا تحطهم اصلا في النيدز بتاعتك، يا اما القرع دول عندي الماركتنج بيقول لي ان القرع دول تارجت علشان انا بديهم المشط علشان ينشط الدوره الدمويه وبيعمل 1 2 3. بطلوا فكره ان السيلز يفتكس ويفتي علشان يبيع المنتج، لان دي اغلب صفه فينا كمصريين بصراحه. لازم تشتري يا بيه، خد يا بيه، يا عم انا معايا ساعه مش عايز ساعه، يا عم خدها حطها كذا، طب خدها لابنك. نفس اللي بيحصل ونفس اسلوب الزن اللي بيزهق الناس من شغلانه السيلز. عايز اقول لك السيلز في ستيبس، في ناس كتير قوي حواليا زحمه، انا لازم اختار الناس اللي تنفع تارجتي في خطوه اسمها بروسبكتنج، مبنيه على طريقه اسمها كواليفاينج للليدز دي، ثم اديسكفر النيد اللي ممكن يستخدم بيها البرودكت، وبعدين اوفق النيد بتاعت الراجل ده بالبرودكت اللي معايا علشان يفت النيدز بتاعته، وبالتالي ابيع له. انا راجل كونسلتنت، انا راجل بساعد الناس تاخد قراراتها، انا راجل بساعد الناس تحل مشكلتها، مش راجل فهلوي بفتي ولا خده يا عم وديه لمراتك، خده يا عم سرح بيه حواجبك. ده اسمه فتي، مش اسمه مهنه السيلينج يعني. حبيت اعمل الفيديو ده للناس اللي ممكن تكون ما فهمتش الفيديو عايز يقول ايه. الفيديو بيفرق لك بين شغلانه الماركتنج وشغلانه السيلز، بين اللي بيشتغل هو فاهم وبين اللي بيفتي، بين اللي فاهم يعني ايه بروسبكت وعميل محتمل يشتغل عليه، وبين اللي بيلطش في خلق الله على الفاضي. واشوفكم دايما على خير.